قناة بنت شيف. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة كلنا عارفينها واحنا كمصريين مشهورين بيها، وهي المحشي. المحشي مكوناته بسيطة، عبارة عن خضرة مشكلة، شبت وبقدونس وكزبرة وبصل، عبارة عن بصلتين 2 كبار مقطعهم صغير، وفلفل اخضر ممكن تضيفي الوان زي ما تحبي، ده اختياري. والصلصة بتاعتنا احنا عاملينها مع بعض معاكم هنا على القناة، وعرفنا ازاي نحتفظ بيها وازاي نخزنها فترة طويلة وتكون زي الجاهزة واحسن كمان. وعندي معلقتين سمنة، وطبعا الرز المصري. والتوابل بتاعتنا عبارة عن ملح وقرفة وكزبرة وبابريكا وتوابل محشي وكمون. في شطة ممكن تضيفيها اختياري، بس انا مش هضيف شطة علشان انا عندي هنا الفلفل هنا حامي. حلة على النار، وهنبدأ دلوقتي نحط معلقتين زيت. طبعا انا مش هكتر لان انا هحط سمنة، ممكن تستغني عن السمنة خالص، ممكن تحطي زبدة، ممكن تحطي زيت، بس ده اختياري حسب رغبتك. هبدأ انزل بمعلقتين السمنة كده، وبعدين نحط البصل هستنى لحد ما يدبل معايا شويه وارجع لكم تاني. طبعا كده البصل بدا يدبل بسيط اهو. هبدا اضيف الفلفل بتاعي. انا الفلفل ده سبايسي، ممكن تستبدليه بالشطه وممكن ما تستبدلوش بشطه وتحطي فلفل الوان بس حسب الرغبه. يدبل شويه وارجع لكم تاني. هنا بقى هبدا احط التوابل بتاعتنا كلها كامله واقلبهم مع بعض. وارجع لكم تاني. مجرد ما بدا يدبل حاجه بسيطه كده، انا ما بستناش لما يدبل اكتر من كده علشان تستفيدي باكبر كميه من الفايده بتاعته. نبدا نحط الصلصه على طول بتاعتنا، تمام، ونقلب كله مع بعضه. طبعا انا عندي الصلصه مستويه، يعني مجرد ما يغلي دقيقتين مع بعض وهرفعه من على النار علشان يفضل محتفظ بالطعم بتاعه. لو انت عامله عصير طماطم هتستني شويه ولحد ما ريحه الصلصه بالبصل يطلعوا مع بعض وتبداي تطفي عليه. بعد ما الصلصه عندي غليت كده هبدا اطفي عليها، وهاخد معلقتين من الصلصه دي وهقول لك هنعمل بيها ايه. طبعا انا خدت معلقتين وهقول لك هنستفاد بيها ايه، خليكي معايا كده. بعد ما الصلصه بتاعتي جاهزه هبدا اضيف الرز اللي انا غسلاه عندي كده. انا ضفت الرز مع الصلصه. قبل ما نبدا نقلب بقى هنحط الخضره بتاعتنا كلها اللي احنا مقطعينها ونقلبهم مع بعض كده. بعد ما قلبنا الخضره والرز مع الصلصه ونبدا نحشي. دلوقتي احنا جهزنا المحشي، هنبدا نزوده الشوربه بتاعتنا، بس قبلها المعلقتين الصلصه اللي احنا كنا شربناهم هنحطهم الاول على المحشي قبل ما نزوده الشوربه، تمام. هنبدا نزوده، نحط الاول الصلصه معلقه ومعلقه كمان، هتدي له لمعه وهتدي له طعم مميز كمان عن الصلصه اللي في الرز نفسه. كده هنبدا نضيف الشوربه بتاعتنا، طبعا نزوده اللي هو الشوربه لحد ما بتبان لي لحد عند بدايه الصوابع. اول ما تبدا تظهر لي زي دلوقتي كده التزويد بالظبط. الشوربه عند بدايه الصوابع مش مغطيه، تمام كده. نسيبه لحد ما يبدا يغلي مع بعضه وارجع لكم تاني. اول ما يبدا الصوت ده يظهر، صوت
يعني خلاص ما عادش غليان زي الاول، خلاص تعرفي ان هو كده بدأ يتشرب. هتضيفي له حاجه تانية اخيره خالص، بس والله يا جماعه بتفرق في الطعم بطريقه غريبه. هنضيف له معلقه صغيره زبده، هي هتسيح دلوقتي على الوش، وهتديكي ريحه وطعم ما حصلوش. ودلوقتي هنبدأ نهدي عليه النار، نعملها شمعة 10 دقايق وتطفي عليه. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها وتقولي رأيكم.